السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه الكبدة الجاموسي. جميلة جدا جدا وطرية، بس للأسف في ناس كتير بتقع فيها في أخطاء ان هي بتنشف منها. فلازم الكبدة يدوبك تشم النار بس واللون يتغير ونطفي عليها، وبعد كده بتبقى خلاص استوت. يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا بينا اقول لكم ازاي نخليها طريه وازاي تستوي معانا بسرعه. وكمان عملنا سلطه بابا غنوج جميله جدا جدا، بتبقى جميله جنب الكبده. خليكم معانا عشان نشوف الطريقه. احلى متابعين، واحب اشكركم على المتابعه الجميله. خليكم معايا. اهلا تعالوا بينا بقى النهارده هنعمل ان شاء الله كبده زي ما انتم شايفين كده. هنحط لازم نسخن الصينيه اللي احنا هنحط فيها الكبده زي ما انتم شايفين كده، علشان الكبده ما تنزلش الميه بتاعتها وتبقى ناشفه. لان من اهم الشروط في الكبده ان هي تبقى طريه، ان هي ما تقعدش على النار كتير. ولو حطيناها على طاسه مش سخنه هتقعد كتير. يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يا ريت نصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لازم نسيبها يا جماعه لحد ما تاخد لون من الناحيه اللي تحت. لما نلاقي الكبده اللون بتاعها بدأ يتغير زي ما شايفين كده، نبدأ نقلب، بس برضه منقلبش كتير عشان متنزلش المية بتاعتها. نسيبها برضه شوية تاني. حطينا رشة فلفل اسود ورشة كمون، ونحاول ما نقعدهاش كتير على النار علشان ما تنشفش مننا. مبتاخدش وقت خالص يا جماعة علشان ما تنشفش، طرية وجميلة جدا جدا. وفي الآخر بنعصر عصرة ليمون. وكمان عملنا سلطة بابا غنوج اهي، جميلة جدا جدا وسهلة جدا. بنشوي البتنجان ونقشره ونحط بقى الليمون والكمون والطحينة والحاجات اللي حضراتكم عارفينها بقى دي كلها. هيتاكلوا بقى ان شاء الله مع بعض، اما سندوتشات واما مع مكرونة. يا ريت اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.